ازاي نبقى شعب فاشل في 15 خطوة؟ خطوة رقم 1، لو عندك حاكم ظالم وبلد فيها فساد ما تعملش ثورة، وأول ما يتعمل ثورة ما تنضمش ليها، قول عليهم دول جواسيس، دول يهود، دول تبع الماسون الأعظم والكيان الصهيوني، ودايما قول إيه اللي وداهم هناك. خطوة رقم 2، لو الثورة نجحت احتفل بالثورة العظيمة النظيفة اللي انت كنت بتقول عليها مخطط ماسوني. خطوة رقم 3، أي حكومة تمسك البلد ريح نفسك وحس إنك في استقرار وحط في بطنك بطيخة صيفي، مش مهم الثورة اتعملت مطالبها ولا لأ، مش مهم حق اللي ماتوا جه ولا لأ. خطوة رقم 4، لو لقيت في ثورة تاني على الحكومة عشان مفيش مطالب، قول على الثوار خربوا البلد ودايما كون عكسهم. خطوة رقم 5، في انتخابات مجلس الشعب انتخب الجماعات الإخوانية اللي هي مرشحة نفسها عشان الدين اللي المفروض يكون بتحكم بيه نفسك مش بتحكم بيه الناس، وسيب باقي الأحزاب الثورية اللي هتصلح البلد. خطوة رقم 6، قالت الصناديق للدين نعم. خطوة رقم 7، بعد مجلس الشعب حس انك في استقرار تاني، واي قرار من المجلس طنشه حتى لو كان مختل عقليا وبيقولك جوز بنتك من 9 سنين وما تخليش مراتك تشتغل والثورة حرام، الثورة اللي خلتهم يكسبوا. خطوة رقم 8، نسيت النظام القديم؟ اسكت على كل محاكمة بيطلع فيها كل مسؤول ظالم براءة، لان مبارك راجل كبير ما ينفعش نمرمطه. اي نعم بهدلنا 30 سنة معتقلات وفقر وجهل وتخلف وفساد واكتر من 200 حادث، بس هو راجل كبير ما ينفعش نمرمطه، اعتبره زي ابوك يا اخي. خطوة رقم 9، انتخابات الجمهورية، مصر تختار رئيسها لأول مرة من ايام الفراعنة. قدامك اكتر من مرشح، سيبك من المرشح الثوري وسيبك من المرشح الذكي وسيبك من العالم وسيبك من الدكتور، اختار المرشح الظريف اللطيف الكيوت اللي بنى المطار، مع انه ما بناش غير كوبري في المطار بس. وما تنساش تبيع صوتك مقابل صابونة وكيس سكر تموين اللي انت زهقت منه اصلا. صحيح صوتك امانة ولازم تختار بحكمة المرشح العادل اللي هيخلينا نتقدم، بس الصابونة اهم. خطوة رقم 10، مبروك مرشح الصابون رضي الله عنه وارضاه كسب، انزل احتفل لحد ما يغمى عليك، وبعد ما تحتفل استنى عليه 100 يوم وحط في بطنك بطيخة صيفي. خطوة رقم 11، طنش جميع الاخطاء بتاعت الرئيس بتاع الصابون رضي الله عنه. ما تنساش انه مرشح من الله، ايه يعني مات 1 ولا 2 ولا 3؟ ايه يعني النور بيقطع يوم اسبوع شهر؟ ايه يعني النظام الجديد اوسخ من النظام القديم؟ بس لازم نصبر ونستنى. خطوة رقم 12، لو حصلت اي مشكلة، اي حادثة، حد اتقتل، حد اتسرق، حد مش لاقي، حد مراته اتفقعت، طنش. ولو يبقى يعني احسن لو في ماتش كورة او تويتر او الفيسبوك، او اقول لك غير صورة البروفايل احسن. خطوة رقم 13، شايف اللي بيحتفلوا في محمد محمود عشان ذكرى الشهداء؟ شايف اللي فقد عين او 2 عشان حضرتك تعيش لحظة حرية وتنتخب في مجلس الشعب وانتخابات الجمهورية اللي انت اصلا بعت صوتك مقابل فيها صابونة، وسبت المرشح الثوري اللي كان هيجيب حق اللي مات عشان يديك الفرصة دي؟ شايفهم؟ قول عليهم ايه اللي وداهم هناك، هم عاوزين ايه، مع ان انت عارف كويس هم عاوزين ايه، بس اعمل نفسك غبي. خطوة رقم 14، لما تحصل ثورة من أول وجديد على الرئيس الحالي بتاع الصابون، كرر جميع الخطوات السابقة من أول وجديد. دلوقتي لا تدوس لايك على الفيديو ولا تعمل له شير ولا تعمل كومنت ولا تقول إنه جميل، أو دوس لايك أو اعمل كومنت تقول خربتوا البلد. ألف 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 مبروك، كده انتم شعب فاشل، انت فاشل وانت فاشلة وهو فاشل وانا فاشل.